كم مرة سكتنا ليس لأن الحق غائب بل لأن الناس حاضرون. كم مرة غيرنا طريقتنا ليس لأنها خاطئة بل لأن أحداً قد يتكلم. الخوف من آراء الناس هو أكثر سجن نعيش فيه دون أقفال ودون جدران. الرواقي لا يسأل نفسه ماذا سيقولون عني بل يسأل من سأكون إذا تكلموا. الخوف من الناس لا يبدأ كخوف بل يبدأ كرغبة، رغبة في القبول، رغبة في ألا نكون موضع نقد، رغبة في ألا نشعر أننا وحدنا. وهذه الرغبة تتحول مع الوقت إلى خوف. إبكتيتوس قال: إذا أردت أن تكون حراً فلا تجعل أحداً سيداً على رأيك. الناس لا يسيطرون علينا بالقوة بل بالخوف من حكمهم. نخاف أن نختلف، نخاف أن نقول لا، نخاف أن نكون على حق وحدنا، فنتنازل قليلاً قليلاً. نتنازل عن الصدق، نتنازل عن مواقفنا، نتنازل عن أنفسنا حتى نصبح نشبه الناس ولا نعرف أنفسنا. ماركوس أوريليوس كتب: كم من وقتك ضاع وأنت تفكر فيما لا يخصك، ورأي الناس في حياتك لا يخصك. الرواقية تعلمنا شيئاً قاسياً لكنه محرر: ليس من واجبك أن ترضي أحداً ولا من قدرتك أن تفعل ذلك أصلاً. الناس سيتكلمون إن فعلت، وإن لم تفعل سينتقدون قوتك ويسخرون من ضعفك، سيحكمون عليك وهم لا يعرفون قصتك ولا ألمك ولا ما تحملته. فلماذا نسلمهم مفتاح قلوبنا؟ الرواقي يفصل بين شيئين: ما يستطيع أن يتحكم فيه وما لا يستطيع. تصرفك بيدك، قيمك بيدك، نيتك بيدك. أما آراء الناس فليست بيدك، وما ليس بيدك لا يستحق أن يقلقك. كل مرة تخاف فيها من كلام الناس اسأل نفسك سؤالاً واحداً: هل ما أفعله عادل؟ إن كان الجواب نعم فكل ما بعد ذلك ضجيج. الرواقي لا يقاتل ليثبت أنه على حق ولا يدافع عن نفسه أمام كل هجوم. هو يعرف من هو وهذا يكفي. الخوف من الناس هو خوف من فقدان القبول، ولكن ماذا لو كان ثمن القبول هو أن تكره نفسك؟ أيهما أخطر، أن يرفضك الناس أم أن ترفض أنت نفسك؟ الرواقية لا تجعلك قاسياً بل تجعلك حراً، تعلمك أن تحترم الناس دون أن تعيش أسيراً لأحكامهم. وفي النهاية سيبقى سؤال واحد يستحق أن تعيش من أجله، وفي النهاية سيبقى سؤال واحد يستحق أن تعيش من أجله. عندما أنظر إلى نفسي في نهاية الطريق، هل كنت صادقاً مع نفسي أم كنت نسخة هادئة مما أراده الناس؟ كان هذا صوت الرواق، الحرية من الداخل.